لا، أنا قبل كذا عملت يعني مع عيال الأمير عبد الرحمن الستيري، كنت سواق عندهم. ايه. وعملت عند عيال الأمير عبد الرحمن محمد الأحمد الستيري الله يغفر له. امين يا رب اجمعين. ورجاجيل الحان غانمة لهم أفضال علي. الله يعزك. وانت ما عليك قصور. طيب انت وبعدين جيت اشتغلت. ايه. انت علمت جيت اشتغلت عند. انت علمت ولد عمك ولا هو تعلم مثلك من نفسه؟ لا، هو ما هو ولد عمي يا علي، هو رجال من اقليم البلوش. ايه. انا يعني معرفتي فيه من ترى البرحه يعني. اها. طيب ما تشتاقون الباكستان يا عادل؟ وبعدين ما تشتاقون الباكستان؟ علي انا اشتاق الباكستان لان يكون عيالي هناك لكني لا رحت هناك احس اني غريب ماني في يعني ذا، ولا رجعت للمملكه احس اني في ديرتي. وش اكثر شيء تحبه بالسعوديه؟ وش اكثر منطقه؟ الغاط. الغاط. طيب ابي اسمع منك قصيده السداري هالحين. تبي نفس القصيده ولا غيرها؟ عاد عطني غيرها اكيد، الاول ما نبيها خلاص اخذناها. طيب ابشر اجيب لك غيرها. يلا. بس قبل ما اجيب لك القصيده انا بس كنت بقول الخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والمسؤولين، كان النظام يسمح يعطى لنا جنسيه ولا يصلح من يعني وضعنا اكون شاكر، ولا ما يسمح ما اللي يعطونك اياه من طيب خاطر، لا تشيل هم. يلا عطنا القصيده بس لا تطول فيها يا ابدا كان يسمح النظام الله يسلمك. احب اللي يحب النظام انا. طيب عطني القصيده يلا. الله يطول. هذه طال عمرك قصيدة الأمير الشاعر عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن أحمد السديري. ايه. الله يغفر له. يقول فيها الله من هم بروحي ساجها، بخافي ضميري في كنين الحشلاج، حر من نار توقد وهاجها، منها خطر روحي على سلك ديباج، عين عسى المولى يعجل فرجها، يفوح ناظرها كما عين هداج، استرسلت للدمع مما رهجها، غيظ يكض عبارها مثل الامواج، كم واحد له غايه ما هرجها، يكنها له للاذنين محتاج، يخاف من عوج طوال عوجها، هرجة قفا يركض بها كل هراج، يقضب عليك المخطئه من حجاجها، حلو النباه وقلبها اسود من الصاج، الله خلق دنيا وساع فجاجها، وعن ما يريب القلب لك كم منهاج، والرجل وانشطت لياليك سجها، عسى تواليها تبشر بالافراج. وسلامتك. وسلامتك. بيض الله وجهك يا عابد، بيض الله وجهك. الله لا يهينك. وجهك